ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. حامل لكتاب الله مع الأسف الشديد أفقيه، ولكن الشيطان أغواه ونفسه الأمارة بالسوء، وهذا الشخص هذا هو الضحية. بقاو معايا باش تعرفوا أكثر. هذا هو المجرم ديال مدينة بن حمد، المدينة اللي جميلة ومدينة اللي هادئة والناس ديالها طيبين. غادي تكونوا متفقين معايا الا قلت لكم هذا المجرم هذا راه عنده واحد السلوكيات فيها عنف. شوفوا كيفاش كيتصرف، شوفوا غير الهضره ديالو كيفاش دايره. انتوما بقاو معايا. تحسين فخر والله ما تصور من هنا راه بدا كيعاير وبدا كيسب بواحد الالفاظ اللي ما خاصهاش تقال، ويا حسره انه واقف حدا باب ديال الجامع، يعني حدا المراحل ديال الجامع بالضبط. هذا حتى المشاش راه ما سلموش منه. الصراحه هذا راه ماشي بنادم هذا. شوفوا واحد الشهاده وسمعوا لها ديال واحد فاعل جمعوي وابن منطقه بن حمد. تلقينا هذا الخبر من البارح وبقينا كنشوفوا على كل شيء. هو بعدا هذا مجرم هو ماشي نقولوا مختل عقلي ولا عنده امراض نفسانيه. هو كيرتكب ديما هذه الجرائم، كيرتكب الجرائم في الحيوانات ماشي في البشر. كاينين اشخاص بزاف كيعيشوا معانا وكيكونوا بحال هذا الشكل وبحال هذه النوعيه هذه. شوفوا التدخل ديالو اشنو قال وعجبني انا بزاف. يعني هما كانوا عارفينه وكانوا حاسين به، ولكن بقى كيدور بيناتهم وبقى كيمارس داك العنف ديالو. راه اي دوار واي قريه واي درب واخا يكون في المدينه راه كيكون بحال هاد النماذج كيكونوا كثير. لكو كان مسطي ما غاديش يدير هاد الجريمه وغادي يقطعها وغادي يفصلها وغادي يهزها وعنده الساروت. ولكن راه كنحملوا المسؤوليه لوزاره الصحه اللي كيتلو حتى هي هاد المختلين عقليا لجميع المدن اللي كيكثر عليها الاكتظاظ وكيتلاح عليها باش كيترتكب واش هي ما عندهاش الادويه. الجاني كان مستغل المسجد نظرا للبنيه الجسمانيه ديالو القويه، وكان كيتحكم في بيت الوضوء، يعني ضروري خاصك تأدي الواجب باش تدخل توضا. وكان كيدور في الناس وفي عباد الله. الناس ديال الحي ما كانوش كيحملوا فيه الشعره، ومنهم الضحيه اللي دخل معاه في واحد مشادات كلاميه وتصالح معاه، ولكن الاخر كان كيحفر ليه. دخلوا بيت الوضوء ديال النساء، علماء كيقولوا الناس ديال تما انه كان مسخن وماشي في الوعي ديالو، وبطريقه وحشيه صفاها ليه، والليله كامله هو كيقطع في الجثه. وما دخلوش لدار الوضوء ديال الرجال حيت الرجال كيدخلوا، اما النساء ما كيدخلوش في ذاك الليل، يعني كل وحده شاده تيقارها في دارها. هذوك الاشلاء شي حاجه خلاها تما وشي حاجه لاحها في الخلق، وحنت الروح عزيزه عند الله تم الكشف على الجريمه. وحنا كمواطنين وكمجتمع مدني كنطلبوا من وزاره الصحه انها تقوم بالعمل ديالها، واي مختل عقلي كيدور في الطرقات ولا في جوانب المدارس اللي كيكونوا الدراري الصغار ما عارفين حتى شي حاجه، هذوك راه قنابل موقوته، خاص الوزاره تكلف وتضمن لهم العلاج. والسلام عليكم ورحمه الله.